صورة أكثر. الترند بيعتمد على الهندسة الاجتماعية. الهندسة الاجتماعية بيعتمد على إشاعة العاطفة، لأنه أي حاجة عاطفية الناس بتنشر دائما بدون تحبك. كيف العاطفة؟ قبل اليوم شهداء بتاع 8 رمضان مثلا اللي هم زمن الثورة بتحريك عاطفي، الناس بقت اليوم ده كلها مستاء، الناس كلها متضامنة، الناس كلها سقطوا بعدين شهداء كم آلاف مؤلفة. ليه ما في تضامن؟ لأنه ما في ترند، ما في إشاعة لعاطفة. العاطفة بتظهر حتى في الفضايح، في الصراعات، في الكوارث، إنه بتكون المنطلق على عاطفي. الترند ده يا جماعة هو حاجة كده أشبه ما تكون بسلطة، والله بسلطة خفية. هو متحكم فعلي، هو بشكل وعي جديد. الآن يمكن الناس اللي في الأعمار بتاعت المحاضرة دي لو أكبر من 25 لو أكبر من كده يمكن تكون واعية، لكن منو بيقدر يقنع واحد من اللي بيقولوا زنبارين ليوم الدين؟ يعني يجيلي مثلا أو جيل التيك توك سولجا لا حول، بانه يا اخي سولجا ده مش انسان عادي، مثلا انه هو انسان تافه. منو بيقدر يقنعه بالنقطه دي بانه اللي انت بتسمع له ده انسان تافه؟ هو في نظره يكون او يحتمل انه ده قدوته، او ده الوعي بتاعه بيتشكل بشنو؟ بيتشكل بحاجه سمتها جامعه كامبريدج تعفن الدماغ. تعفن الدماغ كيف؟ مقاطع الريلز اللي هي بتحقق تدفق كبير، بتحقق انه تبديل للمشاعر اللي انت بتحسها في لحظات قصيرة. مقطع ضحكك، مقطع ادهشك، مقطع العاطفة بتاع، مقطع حبيته، مقطع كرهته، تمام. بيؤدي لانه انت ما بتاخد معلومة مكتملة من اي مقطع، مقتطفات مقتطفات مقتطفات، زي كأنك عاوز تقرا لك كتاب بلمبة ضعيفة والكتاب في هواء وهو بيتقلب، الصفحات بتاعته بتتقلب صفحة صفحة. الحاجة دي بتؤدي لحاجة، بتؤدي للبلاهة والبلادة. بتلقى الجيل الجديد انه عنده نوع من البلاهة والتسرع، عكس الأجيال القديمة اللي هي مثلا بتلقى انها هي بتمسك الموضوع من A to Z، بتمسك الموضوع، بتكون عندها صبر، بيكون عندها تفاصيل محددة بتاعت انه حتى الزول لو جدار يسمي نفسه بانه بيعرف في الجيل القديم ما زي الزول اللي بيجي دار يسمي نفسه انا بعرف في الجيل الجديد. كمثال واحد اسمه إيهاب عدلان بيقول انه بل تحيا المعرفة، وقدم نفسه انه هو رب المعرفة في تفاصيل كثيرة وعنده مشكل غدوة. والله لو مسكنا الاجيال الاقدم منه شوية بتلقى انه كتار جدا عندهم معرفة اكثر منه بكثير، ما خاتين نفسهم اصلا انه هم على بيعرفوا. بتلقى انه حتى بس زي عثمان زنون ضبط سياسة مع كلها، شفت كلها الاصنام الوهمية اللي هي الانصرافي، ولو لسه في ناس مثلا بيحبوا الانصرافي او كده، الانصرافي وجماعته نجي نشوفها ذاتها من ناحيه، بس من ناحيه التقنيه هي استغلال الترند، ما اكثر، ما اكثر ولا اقل. الترند بيبقى الراي الصح هو الصح. يعني الان انت يفترض تقول كوزو من ارض الفلول نفرض قراراتنا ونقول دوله 56 دوله حلول. هل تعلموا انه مثلا كمثال الفلول في الأصل هو مسمى كان يطلق على الجماعة التي تغطي للحصان عينه ليعاشر أمه في عهد معاوية بن أبي سفيان. الحصان ما بعاشر أمه بالفطرة، فالجماعة دي بغطوا له عيونه، يعني بغطوا الحقيقة اللي هم الفلول. بعد ذاك جابوها المصريين زمن الثورة بتاعتهم وكده، المصريين قليل الأدب نكتوها من هناك جابوها. ما أعرف السبب اللي بيخلي إنه كل الناس تقبل إنه بتشوفها كلمة فلول كلمة مثلا على إيجابية، أو كلمة مثلا على بتعبر عننا، أو كلمة مثلا على إنها هي عندها علاقة بالجيش أو
الترند ما حتفكر انت بقدر ما انت بتنشر وتواكب. لما تلقى الناس كلها ناشره انت برضك بتنشر. ليه؟ الانسان بيحب انه يكون جزء من الجماعه. الانسان بيحب انه يكون جزء من الجماعه. فانت كجزء من الجماعه زياده للدوبامين عندك بانه تجي لايكات بانه كده بتنشر. دولة 56 دولة السودان نال استقلاله سنة 55 والجنوب انفصل 2010. معناها دولة 56 ذاتها إذا جينا شفناها بمنطق بنلقى إنه مثلا الحاجة ما دقيقة، لكن لا، هي الترند تسقط بس. استغلال ترند. نفس الجهة اللي هي كان عاملة الثورة هي متدخلة في الحرب. بل بس ليه بل بس يا جماعة؟ بل بس دي إصغاط للتفكير بعد ذاك. بل بس تسقط بس. وقفت التفكير تماما. أخربها صلحها. بتلقى إنه هنا تدخل الترند استغلال حتى الغرائز الدينية إنه بنجيها. الترند ده أنت ما بتكسره وما بتحطمه إلا بيع 4 حاجات. الوعي النقدي. أي حاجة طلعت عليها حاول تشوفها من منظور تاني، شوفها من المنظور الآخر، ما تشوف من المنظور بس اللي هو الترند دايرك تشوفه به. أي خبر انت لقيته هلا بيك باشمهندس معتصم، اي خبر انت لقيته عمل تحقق. شوف المصدر بتاع الخبر. هبه جبره فنانه، بعد شويه فجاه اسمها اخت السنيور، بعد شويه هي مصدر بتاع اخبار موثوقه. كيف الكلام ده؟ هل في دوله في العالم حاجه دي بتحصل فيها؟ وده الاستغلال برضو. خليك حتى لو ما كنت جزء من القطيع او ما جزء من الجماعه. الاستغلال في فكرك، في آرائك. أسأل نفسك هل الفكر ده حقي ولا حق الترند؟ نجي في المحور السوداني في وهم الترند في حرب السودان. صفحات فيسبوك، قنوات تليجرام، أرحكم تليجرام. شباب ما عندهم لا خبرة مهنية، لا شهادات إعلامية، لا كفاءات، لا تجربة في الحياة، لا أي شيء. هم المحركين مثلا للشارع، هم القايدين للترند، هم المصدرين للترند، مسمين نفسهم بالإعلام مثلا المساندة وين؟ في نشر أخبار. زمان كان حتى ظهرت خالف الجيش، أبشركم أبصميمة طلعت، أبشركم الحتة الفلانية جات. دي عمليات عسكرية الآن في حرب بين أوكرانيا وبين روسيا. والله العظيم أتحدى لو إنه مثلا في سوشيال ميدياتهم أو كده بينشروا تحركات قواتهم، او دي حاجه انها هي تكون على حاجه انها تكون مسموحه او كده. فالناس دي مستقله نقل الاحداث، والشعب السوداني منضم مع الجيش فحفظ الاحداث السمحه. فاي واحد بقى يتسابق في انه هو يكون ناقل الحدث الاول. ما في تحقق في الموضوع، ما في يعني مصدره شنو؟ وتحلتهم عسكري في الجيش مصدره شنو؟ ما في تحقق في الموضوع. الهاشتاج في السودان للأسف إنه حاجة قاتلة، يعني بيكون دمر أسر، عمل تفاصيل كثيرة جدا بدون أي تحقق. الآن قبل كم يوم منتشرة صورة لواحد، الزول ده أنا بعرفه ساكن الكلاكلة الدخينات القادسية، سافر ألمانيا، ما أعرف ذاته خليه يصور على الولد ده شنو، وإنه خطب وقام شوقي إنه عمل والناس الزول لا خطب ولا أي حاجة. حتى تواصلت والله مع واحد من أسرته كده ما خطب ولا أي شيء، لكن لا، الزول خطب. حسن روزة، والله ما ننساك، ما عارف شنو بقى على الترند. اللي هو قلنا النظرية اللي قبل ذكرناها علم النفس، إنه الناس بعد ذلك بتحاول تشارك بنفس المنوال. أول 3 نفر اتظاهروا ببهتان، اتظاهروا بتعاليق سلبية، الباقي طوالي ماشي وراهم. الترند بيسبب تضليل جماعي. مسبب التضليل الجماعي ده تماما في السودان، لأنه أغلب المنشور عبر العاطفة ما عبر المصداقية. فأجج الكراهية جدا. الجميع بقى محلل سياسي
خبير عسكري، الجميع بقى انه هو صاحب الغول ومن ارض هو اللي بيفرض قراره، هو الكده. معتز كيف اخبار؟ ان شاء الله طيب. سيد معتز حنفي صاحب منصة معتز. يلا نجي نشوف علم النفس في التحكم الخفي ده. ترند هو عنده نوع من التحكم الخفي. في حاجة اسمها التكييف الكلاسيكي أو التكيف الكلاسيكي. الحاجة دي يعني مثلا زول محدد تشوفه كده تتفاعل بخير، مع التكرار تشوفه بتتفاعل بخير، لقدام ما حتفكر من شوفتك له طوالي شعور التفاعل الخير بيجي. في حاجات بترتبط كلمة بمشاعر قوية، الخوف مثلا أو الغضب أو الأمل. عشان كده بتلقى إنه الجماعات اللي هي بتمارس تضليل ممنهج بتمارس كده بتشتغل معاك بتكرار تكرار 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 لا من ترتبط في ذهنك بالتكييف الكلاسيكي. ده أضبط أم نجي، معناه بتشوفه طوالي بتقدر تكرهه تقدر تنبذه. ده كوز. زمان كان الكيزان مثلا الترند انه هو بنبذه طوالي. سمعت كلمة كوز معناه مفترض تنبذ، تبقى انك اوتوماتيك. البعد النفسي برضو التحيز المعرفي ده بيجي فوق تحيز الجماعة، انه الجميع مصدق الخبر ده يعني، وضيقت علينا موت الجماعة عرس، ودي عندنا نحن في السودان كثير. التحيز التأكيدي بتشوف وبتفتش ما الحاجة الصح، بتفتش الحاجة المتوافقة مع رأيك. زي لما كورة هلال المريخ الهلال يغلب طوال بتمشي تفتش جريدة المشاهد عشان تقرأ الرشيد علي عمر، تفتش جريدة جون عشان تقرأ محمد عبد الماجد. المريخ يغلب تفتش جرائد ناس بابي كرسلك، تفتش جرائد ناس مزمل أبو القاسم. ليه؟ عشان يتوافق مع رأيك. الحشد النفسي دي شرحها جوستاف في الحشود. دائما يعني الفرد بيذوب في الجماعة في العقل الجمعي، اللاواعي الجمعي بيذوب فوقه الفرد، بيبقى انه يعني تفكيره ما هو تفكيره، وتفكير الجماعة هو بيكون تفكير الجماعة. الخوارزميات دي زي ما قلنا بترصدك، بتشوف تفاصيلك شنو، بتعبر محللك، انت بتنجذب لشنو، بتنجذب لصورة مثيرة، بتنجذب لمحتوى عنيف تقدر تذخر لك، تعرف نقاط ضعفك ذاتك. إدمان الشهوة الرقمية يا جماعة الآن منصات زي تيك توك وانستغرام دي بتعتمد اعتماد كلي ومباشر على الإثارة الجنسية المبطنة. بتقول لك إنه هي ما حتجيب لك مثلا بورن أو كده، لكن بتجيب لك الحاجات الفوق اللقطات بتاعت إيحاءات، الحاجات وبل حاجة اللي أنت بترغب فيها للأسف. يعني أيا كان ميولك الجنسي هو على كيف بتبدأ على تسهر معك، تبدأ على تسهر معك. الحاجة دي ما عفوية، الحاجة دي مصممة عشان تنشط لك مراكز المكافأة في المخ، عشان النتيجة تكبر في وقت أطول. أنت عاوز زيادة عاوز زيادة. الاعتماد أيضا شوف الخوف والعنف ديل من أيضا من الحاجات اللي كوقود كده للترند. الغرائز اللي فيك ما الجنسي بس، الخوف والعنف. العقل البشري مصمم على حالة بتاعت تأهب معينة في حالة الخوف وفي حالة الاستعداد للعنف. بينتبه بيزيد انتباهه كغريزة بغاء انه في العنف في الخوف. فلانه العنف والخوف هم من الحاجات اللي بتشكل تهديد لحياتك. يعني العقل اللاواعي بتاعك ما بالوعي بتاع انه يفرز المهدد ده عليه مباشر او ما كده، لكن بالوعي بتاع انه بينشط على زياده في انه الحاجه المرتبطه بالخوف وبالعنف. الخوارزمية
بتستغل النقطه دي تماما، انها المقاطع اللي عندها علاقه بالعنف اللي عندها كده. الان فيسبوك بيقول لك انه هو منصه في لوائح مجتمعهم في انها شنو؟ ضد العنف تماما، ضد الخطابات الكراهيه، ضد الكده. خش المحتوى السوداني، العنف بأم عيني، الكراهيه بأم عينها. الكلام ده يعني فايد عليهم؟ ما فايد عليهم والله، لكن ده هو المحرك. الفضول، الانسان ده بيطبعه انسان عنده الفضول، فضول يعني دار تعرف ما خلف الكواليس، دار تعرف كده. فدي بتخلق لك حاجه مستخدمات تيك توك اكثر شيء في انه تمرير اللانهائي، تكون بتمرر فضولك، خليك عارف في الدوامه دي، كل مره جايب لك حاجه لسه قبل ما يكلمك جايب البعده. انت مشمشر في التطبيق ده، انت شايف يعني زول مثلا في اي فيديو لقيت لك زول فجاه بصوره غريبه ماسك له مفكات عامل له شنو، حتقيف عشان تشوف الزول ده بسوي في شنو يا ربي. الغضب دائما اقوى من الفرح في الانتشار، فالمسائل المتعلقه بالغضب بتحقق انتشار كبير. شوف الان التضامن بتاع الناس وما عارف منو المصريه بقت على ترند بتاع بيت زي المصريه، اشاره مشاعر غضب انه لازم ونعمل ونسوي ونفعل وقاطع والغوا متابعتها. شوف زمن تجمع المهنيين، استغلال الغضب. لكن للاسف بعد غرائزك انت بتتحول لعبوديه رقميه، بتتحول لعبوديه رقميه بالجنس العنف الفضول الغضب. ده نقاط ضعف في طبيعه الانسان. الخوارزميات بتبقى عاملاها مستخدماها ادوات للتحكم، تقريبا تحكم جمعي، تحكم في اللاوعي الجمعي من فردي. الجنس انه مثلا زي ما قلنا في الانستغرام وكده بيحقق وقت مشاهده اطول. العنف يبقى لك ذهنك يغص اكثر. الفضول يحتجزك في دائره التمرير اللانهائيه. الغضب يزيد التفاعل. اكيد حتشارك وحتكتب. لو لقيت لك الان قناه العربيه ناشره طارق اسمه القحاطه مثلا، ما عندهم اي تاثير فعلي، لكن الناس بشعور الغضب ده، بشعور الغضب تجاههم مسببه لهم زياده تفاعل. حنان كتبت منو كده سلك كتب مالك وماله، اذا تجاوزته بس لا ما حتتجاوزوا ليه؟ لانه الغضب بيزيد التفاعل. البني ادم ممكن يحس انه هو بيستخدم المنصه. لو بتستخدم المنصه ليه مد انك لا مجان؟ لانه هي بتستخدمها، يعني هي اللي بتتم انها الاستخدام ليك. المنصات دي ما بتعتمد يا جماعه اطلاقا على جوده محتوى، تعتمد على صناعه مشاهير، تعتمد على صناعه مشاهير. العلاقات بتكون كيف؟ علاقه انتاج باستمرار. المعادله بتاعتهم ذاتها ممكن تكون معادله بدائيه. مشهور يثير الجدل او العاطفه مثلا، جمهور يتفاعل بلا وعي. الجمهور ده كل ما المشهور ده زاد ونجي حوله زاد بغاء الجمهور، وكل ما زاد بغاء الجمهور زاد ربح المنصه. فيسبوك بتكون ربحت من الفيديوهات اللافه لشريف الفحيل دي كم؟ اذا قلنا نحسبها بكل الفيديوهات تلقى انه مبلغ على اكبر، بتلقى انه علاقه طفيليه كده يعني بيناتهم. المنصه متغذيه على وقت الجمهور اللي بيقضوا فيها، والمشهور ده متغذي على شنو؟ على انتباه الجمهور. والجمهور للاسف قايل نفسه مشارك وهو متغذي على الوهم. ليه ما بيهتموا بالتجويد؟ ما يجودوا خلاص شغلتهم وبرضه يعملوا بنفس الوقت الحاجه دي هي على ماشيه. الجوده بتعني الانتاج البطيء، بتعني النشر البطيء. هم ما دايرين كده، هم دايرين تدفق سريع، محتوى يكون تافه، يكون اي حاجه انه يكون فوقه تدفق سريع يثير العواطف ويثير الغرائز. حتى بعد ذاك الضحك، الغضب، الفضول، الجمال، حاجه تلقاها في تيك توك تنتقل من مشاعر لمشاعر، ما في افكار عميقه في الموضوع. الحاجه دي زي ما سميناها قبل بتعفن الدماغ. تسعى للتجويد في محتوى طوال
انت في التهميش. الان انا ممكن اشوف لك كمثال الباشمهندس اللي بيدخل ده بيقدم محتوى والله العظيم يمكن ما يقولوش ما تلقاه في تيك توك. بتلقى التفاعل ما ولا بيربع كده، لكن لا ده الصح. الا يمشي يسوي له منصه براه ينشر فيها. الان نفسيه اذا طلع باغنيه بكلام تافه باي حاجه حتلقاه والله العظيم زايد بزياده كبيره. بعد ذاك انه الابطال ذاتهم زمان في الماضي عشان تكون حاجه بتكون بتدخلك سنين، هنا لا. هنا انه اللهم صل على سيدنا محمد، انك انت مشهور دي قيمه الانسان بعدد المتابعين. يعني في المنصات ده فلان في صفحته في مليون متابع، ده فلان في صفحته في 300,000 متابع. ربط قيمه بتاعت انسان لا بفكره لا بمؤهله لا بكده بعدد المتابعين. وهو والله ده كلام زي زول التمنيون دي فوق 2000 لايك، دي قوه فكره تربطها معناه بعدد اللايكات بس. ده خبر تم مشاركته وين. يعني الحقيقه حنمشي ونلف نجي نقول انه الحقيقه هي ما انه يتوافق عليه الترند، فهي خداع كبير جدا. الترند خداع العصر الحديث. نشر التسجيل الممنهج، ما في خوارزمية تبحث لها عن حق، تبحث عن جدل بس. الترند ما انعكاس للمجتمع، هو صناعة له، هو ما انعكاس للمجتمع، هو صناعة له. دي كيف؟ صناعة لمجتمع جديد. شوف الآن حتى المجتمعات، شوف مجتمع السودانيين في انستغرام كيف، في فيسبوك كيف، في كده تلقاهم اي منصة لتصميمهم هم على فوقهم اختلاف، لكن ده ما نحن ده ما انعكاس لمجتمعنا، ده محاولة أو صنع لمجتمع جديد. كمية التفاهة والبذاءة اللي ممكن تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي تديك مفهوم بتاع إنه يا أخي نحن بالبذاءة دي. لا، نحن ما بالبذاءة دي، نحن ما بالبذاءة دي. دي صناعة مجتمع جديد. الناس الآن بيتبعوا من يمتلك أو من رضت عنه الخوارزمية. سيد معتز حنفي موجود؟ معتز ده طلع ولا شنو؟ كان له اجتماع. في سؤال، في استفسار؟ تفضلوا يا شباب إذا في سؤال أو استفسار. رافع يدك أنت ولا يدك دي مرفوعة بالغلط يا أخونا الفوق؟ كاريكاتير أحمد الكاريكاتير. أسأل عن أي شيء، أسأل في أي شيء عنده علاقة بالسوشيال ميديا، فيسبوك. ما عاد صفحتك قفلت ما قادر ترجعه، من ذاتي صفحتي قفلت، قفلوا لي حساباتي كلها. أنا آخر بوست كنت كتبته عن خوارزمية الشيطان في السودان، كيف تتحكم عبدة الشيطان وكيف تساعد فيسبوك في تأجيج الحرب في السودان. وعملتها كده وإنه ما عارف المسؤول كده. كل الصفحات حتى المربوطة بأي اي بي ادريس بتاعتها طوالي لقيتها وين عليه. مش اعمل لك منصة بتاعتك حتى انت عارف تتكلم فيه كده. إذا في سؤال اتفضلوا يا شباب. مداخلة خلاص، مشاركة حاجة كنت فاهمة، حاجة ست شايفة هي على نوع من الصح على نوع من الغلط. هقول نجيب لكم ترندي ولا كيف؟ فيلسوف الحلو اتفضل. بكده نكون وصلنا للختام. لكن يا أخي لو مداخلات أو كده ممكن تسري النقاش. إعادة تشكيل الشخصية السودانية
الشخصية السودانية متعرضة لتفاصيل علمية والله العظيم، بخوارزمية متحكم فيها. ده كان بداية بوستات اللي هي كنت بديت اكتبها وكان قفلت الصفحة، انه يا اخي بدي بانه في السودان في خوارزمية بتؤدي لانتقال متحكم فيه، وتضمن التحليل مفصل لمراحل الستة، وادعيت فيها بانه يا اخي الجهة أدارة الثورة في السودان هي اللي قاعد تدير مسألة الحرب دي. يعني بحسب مفهومي كانوا التحليل أو كده إنه في قيادة خفية مركزية بتدير جميع الأطراف، ولو إنها قيادة خفية يعني حتى ممكن الطرف يكون بيتتم قيادته هو ما خاين، هو ما عارف إنه أصلا بتتم قيادته. في السودان الحاجات الأحداث اللي بتحصل من 2018 2019 ما صدفة، فيها سيناريو متعدد الحلقات. نشوف الحاجة دي يا رب بتأدي ليش، ممكن تأدي ليه ما تحقيق تغيير، لإدارة لا تغيير، يعني بتأدي ل جعل الفراغ سمة، جعل اللا منطق سمة، في تكرار لنفس المشاهد والأحداث ما بين الثورة والحرب. الحاجة دي ممكن نشوفها في الكيانات الرمزية القامضة. كمثال تجمع المهنيين، كيان رمزي قامض مخفي، لو قال لهم الليلة العيد بيقبل ليلة العيد. تجمع المهنيين يمثل أبو أهلي، تجمع المهنيين شنو الانصراف. كيان برضه غامض يمثل خش يا كاهن أخوان الشنو الكده. حصل تشابه بيناتهم، ولا عندهم مسؤولية ولا مساءلة ولا حاجة، رمزية بس، ما حاجة جسم مخفي معناه رمزي. طيب يمكن صدفة زرع شعار اختزالي تسقط بس الاثنين شعارين بيغلقوا التفكير وبينتجوا الانفعال، برضه حصل فيهم تشابه. الضخ الإعلامي الانتقائي كده، انه مثلا زمن الثورة دي بيطلعوا لهم موكب 12 نفر، بتلقى انه الموكب والجريف وشنو والناس تتكلم عنه. الآن الإعلام الفجأة تلقى الدنيا دي كلها بتتكلم في غرية، والله العظيم اللي بيكون كاتب البوست ذاته قبل اليوم بيكون يمكن ما سمعها، في تحرير شارع، في تفاصيل ما بتحتاج مثلا الكم الهائل ده من التركيز، لكن بتلقى انه فوق نوع من التركيز. الرفع النفسي المفاجئ والإحباط. العيد في القيادة فضل الاعتصام يوم الوقفة. الجزيرة مدني وسقوطه في الحرب. دي كلها حاجات حاصل فوق تكرار، حاصل فوق تكرار. برضه من ضمن الحاجات اللي انا لاحظتها الاعتقال التلميعي لحمد ناجي الأصم، والاعتقال الفيوتشر نظري تلميعي لاخونا مصباح. ما هو زول مشهور في جزء من اعتقال، في جزء من كده، معناه داير الناس تتضامن معه، وداير انه شنو؟ انه اثاره العواطف اللي شرحناها فوق في الترندات دي، في الترند، خلق الترند، تحميل جسم كده انه يكون هو سبب الكوارث. الان بتقول اكبر الله الحرب دي تقيف، ما خلي المتعاونين زي كانوا المتعاونين هم سقطوا البلد. مثلا زمان كيزان اقبض الكوس ام نجي بتاع لجنه شعبيه، دي بتخرج النسيج الاجتماعي الاثنين نفس الشيء. الحاجات دي ما حاصله نتاج صدفه، انا حسب مفهومي دي حاصله والله العظيم خوارزميه ظاهره بقت بالنسبه لي، انه فوق اعلام خوارزمي، فوق التفاصيل دي كلها. يلا للاسف برضه بعد تتبعنا وبحثنا كده لقينا اي نقطه فوقهم هي عندها نظريه علميه اصلا. يعني اي حاجه عندها نظريه علميه. في نظريه بتفترض انه اي حراك شعبي يدار من طبقه خفيه،
عبر أدوات استراتيجية متعددة الأدوار. في نظرية تانية اللي هي بتفسر لنا طول الأمد بتاعت الحاجات دي بنظرية بسموها نظرية الصدمة. بيصدمك الليلة بيقبلك طبيعي بكرة بالتكرار والاعتياد، ما كنت تقدر تشوف مشهد بتاع زي ما بسموه للأسف كباب بشري، عادي بشوفه بقيت. الانهاك النفسي شفت عبر الحلقات بتاعت أمل إحباط أمل إحباط بيخلق لك شعب جديد مستسلم ومتردد، بيخلق شخصية جديدة مستسلمة مترددة، لأنه الثقة بتتبع على مار. الإعلام الداير القصتين ديل ما بيخبرك بالحاجة الحقيقية، بيخبرك بالحاجة اللي انت على مهتم فيها بس، اللي انت على مهتم فيها بس. انت ما دام تنقل احداث بس ما في اشكال انقل حتى الحدث السلبي، لكن لا. السودان الجديد الممكن يتم انتاجه بسبب تعرضه للخوارزمية دي بيكون ما بيؤمن بحاجة ولا بالله ذاته، يعني بيفقد الإيمان بالله سبحانه وتعالى أيضا، لأنه الليلة كتب نصر من الله وفتح غريب، بكرة حكاية بشر إنه على تراجع، إنه أي حاجة قفل فيها لقاها على ما يعرف، إنه على التفاصيل دي بيبقى في عندنا ما تشكيك، بتخلق إنسان جديد بيضحك على كل حاجة. يا جماعة في حاجات، الحرب بتاعت السودان دي لو كان قايمة في مصر السودانيين كان حيتعاطفوا معاه أكثر من تعاطفنا الحالي. الآن في كم نفر ما قادر ياكل، الفاشر خليها الفاشر بالمساوئ دي. عموما السودان عموما المشاكل الإنسانية الفوق المشاكل الكذا، الناس ده زمان في ملكة جانسي في ناس بكت بدموعها في ملكة جانسي عشان مسلسل هندي ومشغلين لهم معاهم نغمات تصورية والمخرج كده، في ناس تعاطفت مع تايتانيك. لكن الآن بتلقى إنه الناس هزلية في مواضيع مصيرية. الناس دي ما واثقة في أي شيء بيسخروا منه، مستهلك، والوطن بيقبل الارتباط به الجغرافيا ساي. فوالله العظيم على حسب مفهومي الإنسان السوداني ضحية، ما إنه هو بالسودة، نسأل الله الإعانة. ما لم نكسر الخوارزمية بالوعي بالتفكير النقدي بالدين. الدين إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقاية دي بيسموها هنا التحقق. اللهم صل على سيدنا محمد، إشارات لزخرف القول إنه بيسندوا بعض. التفاصيل دي تبرع الذين اتبعوا الذين اتبعوا، ما لم نتبع تعاليم ديننا ما في حل بيكبر. وأعلم تماما إنه الأكثرية في القرآن ما ذكرت في موضع محمود. والفرق بين القرية والمدينة في القرآن، والقرية هي التي يحق عليها العذاب، القرية متشابهة الفكر، فخلق الإنسان حرا فاتبع ما تريد، وحريتك تشوف حاجة رقم واحد، ما تكون ضحية لتحكم خفي، ما تكون سبب في إعانة الشيطان بمساعدته في التفاصيل اللي ذكرناها مسبقا دي. في مداخلة أو في كده عشان نختم؟ السلام عليكم ورحمة الله.